المهم ركبت التاكسي وخليته ينزلني عند أقرب مكان للمقابر عشان ما يشكش فيا هو كمان ويبلغ عني ولا حاجة، وكملت مشي. كل ما أتقدم للمقابر وابعد عن المدينة السكون يعم والرعب في قلبي يزيد، لغاية ما وصلت هناك. المكان كان مرعب جدا بالليل. حسيت أول ما وصلت إن جسمي كله أشعر ورجلي تقلت. فضلت ماشية بين الأموات وفجأة لقيت حد مسكني من دراعي. صرخت والتفت بسرعة لقيته محمد جوزي. كنت شاكك إن في حاجة غلط. بتخرج من غير ما تقولي، بتنام لوحدها، بتقضي ساعات في الحمام. الوضع فعلا زاد عن حده، واللي شككني أكتر في الفترة الأخيرة الأصوات والخيالات اللي كانت بتظهر في الشقة، وعصير الفراولة اللي كانت بتسقهولي كل يوم قبل ما أنام وبيخليني زي القتيل لتاني يوم، مع إني نومي خفيف وبصحى كل ما بتقلب. واليوم اللي كانت ناوية تروح فيه المقابر ما شربتش العصير، نقلته في كوباية تانية كنت مخبيها تحت الكرسي اللي كنت قاعد عليه. وفعلا ما غلبنيش النوم زي كل يوم، بس عملت إني نمت عشان أشوفها هتروح فين وهتعمل إيه.